الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا في درسنا السابق بأن من بين أسباب انشراح القلب وصفائه ونقائه اتباع أوامر المولى تبارك وتعالى بالمحافظة على الطاعات وبالالتزام بالأذكار والقربات. الله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نذكر أيها المؤمنون الدرس عدال بأن العبد يسلم إلى قليل دائما ولس يصفى يتقى يتبع ربي عز وجل يسيدي القلب. هذا القلب السليم إذ يذكر ربي سبحانه عز وجل في القرآن لا تنقص الأسباب، تنقص الوصفة العلاجية، أي منقاص بين الدواء ما يدفعت الإنسان أن يغلس يصفى ازدي أماما. لا بعض الأمراض إذ ذكر أهل العلم ما إذا العبد ويحوذ دائما يسفح اللسان أبياف وليس ينحرف أفطع ربي سبحانه عز وجل. من بين تلك الوصفات، من بين الدواء إكسعاد النفاع إذ يذكر ربي سبحانه عز وجل إذكار الذكر، ذكر المولى تبارك وتعالى. وأعظم هذا الذكر قراءة القرآن. ذوق ربي سبحانه عز وجل أذن الإنسان ينشر الهموم، ينشر الغموم، مرات يذكر ربي سبحانه عز وجل أدي في العفوليس لا شرط وليس يتأثر يتخشع يصفى أسديك أمامان. ذلك يرشح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصحابة يوحنا الكسران تلاوة القرآن العظيم، الكسران الذكر لا إله إلا الله، الذكران التسبيح، الذكران التحميد، الذكران ذا شو الذكران الاستغفار. إمدنا إن هذه القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، ودواؤها وعلاجها الاستغفار. إن القلوب لكار صديوسي، بمعنى القلوب تصديدا، أما كنت تصديد المزال، أما كنت تسالير الحديد في المزال. إن المشجع النبي صلى الله عليه وسلم الدواء سند شوف ذا الاستغفار. أحد الصالحين ينظم هذه الوصفة الدوائية ذكر ربي سبحانه عز وجل إمدنا لا إله إلا الله ذي الدواء القلوب ينونان دواس المداولة أسماكين جهد الأخوان أذنين يطيق الروح مذكرنا الله بحياة والبني آدم أدي حياة
ذكر ربي سبحانه وتعالى. وكالدواء العلاج أمثله العلاج بالسين أيها الإخوة الكرام كثرة ذكر الموت. بين الإنسان يغاد يلقي كوليس إذا قد يستكثر ذكر الموت أدي سبتين الإنسان الرحلة يتسارجون أدي يحصل الإنسان ربي عز وجل يفكر السنن من بين هذه السنن يطيش ما يشرب في الصبحين ما يليق ينصف سال توسطيف ما يليق ينتقل يغرب ثمديث هكذا يحسب الإنسان إيمانيس هذه كرد الصبحيث هذه الشاب توسطيف الزوال في الظهور هذه الإنسان يسعى القوة ثمديث بعد صلاة العصر هذه الإنسان إيمانيس لبغى يكفى يسترجل. من بعد ذلك أشوف يتسارجون السفر الواحد القهار الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الحديث مثلي ومثل الدنيا كمثل عبد استظل تحت شجرة ثم ارتحل. فالوصفة الثانية لعلاج هذه القلوب هي ذكر الموت والاستعداد لسكرات الموت وإعداد الجواب لسؤال الملكين في القبر بعد الموت. العلاج بالسن القلوب بني آدم لا شذ أن يذكر الإنسان الموت ثمت أن يذكر الإنسان الحق رب سبحانه عز وجل يغيث سراجون أحد الصالحين ذات يوم يمول في الحياة الدنيا بمعنى بنى القصور بنى وعنا في الدنيا هذه إذا يسعى القصور يسعى ما شاء الله من المال. ذات يوم أشو يخدم يجمع هذا العباد اللي كامل يتزرع يجمع اثنين. علاش؟ لخاطر الإنسان يبغي يبرز شوية الغرور يغادر تيدخل لنا يوقع يلقي قموليس يجمع العباد هذا عبد كاسس السيد أشارت يرضي الملايين أشارت يرضي السلطنة يدينو أشارت يرضي إذا يزيد تعدي ووالي يروح تعدي العباد قرص ما شاء الله الله يبارك اللهم بارك له وبارك عليه. أمين الصميد يقين يوان ذا نهار ذا سكنير البويثين انت كنت بغوثان ديث يطيش يضرب الناس يستساف أشارفين أقل حكمة وصغر بنت الشرقيث ذوالو كان يتعدايا أين الدنيا ولا شوالين يخدمون الضيق خزار شو سعير يختار كعب العبد الصالح منير الوينك يفنى الوينك يتسعى المكان المرموق عند يسبق المجتمع الموليس في يقول الناس اللي غادي يا فلان الناس لو كان البني هذا ما يريد الناس لو كان الدنيا هذه ما تريد الناس مولاها ما يغيب الناس انت السلطان لو كان البني هذا اللي بنيت والمكان هذه اللي عندك ما تريدش ما تروح الناس لو كان البني ما يريد الناس مولاها ما يغيب الناس مليحة الدنيا مليح طول الأمل الناس ولكن كي البني هذا يريد ومولاها يغيب الناس الدنيا هذه ماشي مليحة فانية الناس العكس الدنيا غامضة الناس لو كان يعيش شي يضر يسعى الناس ويتريبها ويتفكر لو كان الدنيا ما يريد الناس مولاه ما يغيب ويتريبها الناس الهدو نيف تجبر هذه القاعة الناس كي السلطان يغيب والبني يريد الناس ماشي مليحة. إذا الدواء الثاني أيها الإخوة الكرام ذا شوف
أن يتذكر الإنسان الموت، أن يحصل الإنسان أن يستعير التجار، أن يتحمل التفرقة العز في ثنيا أن يروح أتحصل بالليل حاشا القلب السليم يصفى راه كيسلكان كارثة ربي سبحانه عز وجل ليبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كمثل عبد استظل تحت شجرة ثم ارتعد. المثل لنا قبل الدنيا اللي يتعيشين قبل العبد يروح ليولد تساوت يخدم يتفال يعيا يبغض له التجرة. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاد في ليل بحريث ما شاء الله يقيم في سير سدو التجرة في ليل بحرير أمان الصمران يستعفى ومن بعد يكمل السفر نيلس. هكذا قالوا نيف أيها الإخوة الكرام. العلاج الثالث الذي ذكره أهل العلم بالنسبة للقلوب هي تعلم العلم النافع ومجالسة الصالحين والأخيار والتفكر في عواقب الزمان. الحدث الثلاثة إذ يذكر الإمام ابن القيم الجوزية الكتب نس يوكل عاج الإنسان ونس ذا شوف هو تعلم العلم النافع. تعلم العلم النافع الإنسان خاص مقر إذا قد يستسير في الدينيس، إذا قد يستسير في العلم، إذا قد يتسول أما العلم الدنيث أما العلم الآخرة. احنا الآن صرنا أمة استهلاك. كنا أرسلنا أيها الأخوة الكرام نراد الأمة للاستهلاك. أشارت دواء كان، أشارت حرص كان، أشارت فضول كان. واحد فينا ما يدير جهد باش يقرأ كتاب ولا يتعلم آية من كتاب الله ولا يأخذ تجربة مليحة بأي طريقة كانت. الله يبارك عندنا الفضائيات، عندنا الانترنت، عندنا التقدم العلمي، ولكن ما نستعملوه ونستعمل هذه الإيجابيات. هذه شنيوان هذه حاجة تنشر الشريط في النظافة، هذه الشريط في العلم، الجفاف المطر ما كانش، هذه الإنسان كان يحفظها في المحيط في الكيمياء من الماء ديال الإنسعة وتتنمو ثرى. هذا يختار الإنسان كان يخترع كان له التجانب من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربي ينزل عليه القرآن أول ربي والصحابة كان في الأعمار تاعهم 60-70 سنة. هكذا كانوا يحفظوا القرآن ويفهموا معاني القرآن ويعملوا بمعاني القرآن. الإمام وكيع الإمام الشافعي حينما شكى إلى وكيع سوء حفظه. الإمام الشافعي كان يشوف كتاب هكذا يفتح كتاب يشوفه اعتبر بالفطنة والبصيرة يحفظ لاباج هذه يحفظها. ذات يوم اشتكى عن الإمام تاعو الشيخ تاعو وكيع علاش ولاش ما يحفظش اشو اللي يحفظها. الناس يقولوا لي القرآن تشرب المعصية، الناس توب ربي تاخذ المعاصي تصور تستعمل يخدمك الإمام وكيع يستغفر يقال ما شاء الله يضمن أبيات شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي معاصي القلوب وأخبرني بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا الإمام الشافعي والشيخ تاعو وكيع في الزمان تاعو أيها الإخوة الكرام. إذا تعلم العلم النافع زيد صحبة الأخيار. تصاحب الناس ملاح، الناس القارئين الفاهمين اللي يخدموا ماشي اللي يتسكعوا. هذه صحبة الإنسان. العباد تاع الشيخ عمر ربي يرحمه دائما يقول البيت هذا القبيلية أو يسدون الوظيفة أتي تعاند في الصلاة في العمل في الزكاة
الويض ولا يسمع من الويض، صحبة الأخيار. ثالثا أيها الإخوة التفكر في عواقب الزمان. أن يتفكر الإنسان لعواقب الزمان. قلب تاعك راه مغلف ما فيه والو غير الميمة والبهتان وتعس الناس والصرمطة إلى غير ذلك من الأمور. واش دير؟ روح تنقي شوية القمجة تاعك، روح تغسل شوية الوسخ على وجهك، روح تسير للخاطر دور فيك هتستناه. اش راك تدمر؟ راك عندك الصحة، روح زور المستشفى، شوف الأمراض، شوف المرضى يا عبد الله، شوف الناس اللي راهم عندهم أمراض عام كامل هو يجري يصرف الدار يسلفوا الناس باش يداوي. هذاك يقول الحمد لله، يستغفر يقول الحمد لله، انت بالقوة تاعك أغلق تتصرف حاشا العباد. شوف اليتامى، واحد ما عندوش بابا، واحد مش ما عندوش جماع، يوم يسعى للدواء. النبي عليه السلام شكى رجل إليه قسوة قلبه، قال يا رسول الله أنا القلب تاعي راه قاسي ما فيش الرحمة. واش قال النبي عليه السلام؟ امسح بيدك على رأس اليتيم. حاجة سهلة، روح شوف واحد استمر فلان ذا الجيل، روح هكا يمسح هكا في راسي، دير له بسم الله. هذا حاجه ما كانتش عقيمه، روح مسح على راسه. انت عندك ولادك، مرتك، لافامي تاعك قدامك، واحد الانسان ما عنده لا يماه لا بابا، راه يتيم ما عندوش واش ياكل. النبي عليه السلام ما قالكش روح عطيو، إنك روح كان مسح سعود الحنه راس مسح السكه، ادي القيموني ادسو اتسير الذنب الصالحه في المجتمع. الأمر الأخير الذي ذكره الإمام ابن القيم وبه أختم هو ركوب بحر التمني. ركوب بحر التمني. أنا القصة هذه نضحك شوية، واحد تروح تهضر معاه أو من راك غالي هو بلاد تاعنا هذه ما بقاش بلاد. كيفاش ما بقاتش بلاد؟ هذه سي معلوم. بلاد هذه ما عنديش مارفونير، ما كانش مارفونير، نروح نجري نجيب الفيزا دي ولادي لكندا، يقول لهم لهم المستقبل، نروح نضمن المستقبل ولادي وين؟ في كندا، في الملكة، للهيه منا الناس تعيش في الدنيا كأنها ما تموش. ركوب بحر التمني، هذه هي الطامة الكبرى. لافونير ضرب بها يتصمم بينا الحياة، الصحة، المال، كلش. احنا علينا العمل، لازم نكون أمة عمل ماشي أمة رجاء نتمناو كاع. الإنسان يبدا يتمنى نلحق 6 سنين الحج، ندير نروح نرتب حتى تجيه الموت البغتة وما عندوش يستنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كاين واحد الإنسان جماعة الدعاء في الغربة عنده مشاكل مع الأهل تاعو، ندعو إن شاء الله اللهم افتح عليه يا رب العالمين، اللهم افتح عليه يا أرحم الراحمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا فارق الحب والنوى، اعطي لكل قلب ما نوى، فمن كان مريضا فاشفيه، ومن كان مبتلا فعافيه، ومن كان يطلب أبواب الخير فافتح هذه الأبواب عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله